ساعات العمل في ألمانيا بتتحسب ازاي، وساعات الراحة بتتحسب ازاي، والعمل اصلا بيبدأ امتى في ألمانيا. عموما معظم المجالات هتلاقيها بتبدأ ان هي 7 بالظبط، 7 الصبح بتبدأ. تمام. اما المجالات المتغيرة والشفتات المتغيرة والمجالات الخدمية زي المستشفيات، فالشفتات فيها بتبدأ من 6 الصبح. تمام. طبعا لازم تكون قبل ميعادك ب10 دقايق على الأقل في مكانك وبادئ يومك. طيب، الراحة بتتحسب ازاي، او وقت الباوزة بيتحسب ازاي؟ بص، وقت الباوزة بيتحسب لو وقت الراحة، يعني النص ساعة بتاعتك. تمام. بتاخدها عادي في اي وقت، ولكن مش محسوبة من وقت الشغل. فانت يومك هتلاقيه 8 ساعات ونص، بتتحاسب على 7 ساعات ونص او 7 ساعات و7 من 10. هي ديت الفكرة. اما النص ساعة اللي بتبقى بتاخدها راحة علشان تفطر فيها او تتغدى فيها، عموما مش بتتحسب في الراتب. هي دي ألمانيا كده. يعني هي ألمانيا اليوم بتاعك العمل بيبقى محسوب 7 ساعات و7 من 10، مش 8 ساعات ونص. لأن 8 ساعات ونص انت كده كده بتروح 8 ساعات ونص. تمام. وبتتحسب على 7 ساعات و7 من 10 زي ما قلت لك، علشان وقت البوظة ده وقتك وانت ما اشتغلتش فيه، فبالتالي هو مش بيحاسبك عليه. هي دي النقطة بتاعت عدد ساعات العمل. عموما 8 ساعات زي ما اتكلمنا. آه، مفيش شغل اكتر من كده، وما بيبقاش في حاجة اكتر من كده يعني. بس ومفيش برضو اقل من كده. اقل من كده بيبقى حاجة اسمها نيبن جوب زي ما اتكلمنا فيها، وشغل جانبي. بس بالتوفيق ان شاء الله.